السلام عليكم. في الأول، حسين الشحات كركب الدنيا وقلب الدنيا في نادي الزمالك، ده شيء معروف. بس أنا عن نفسي كأهلاوي بتمنى نادي الزمالك يرجع لطبيعته. هتقول لي ينافس ما ينافسش؟ أنا بالنسبة لي كأهلاوي مش بستمتع بمنافسة إلا لما يكون نادي الزمالك موجود. نادي بيراميدز أي نعم نادي قوي ونادي عمل ومش عارف إيه وطلع له 8 سنين خد كذا بطولة وكده. ده كلام ما يخصنيش، انا يخصني ان انا العب يبقى في منافسه مع نادي جماهيري زي نادي الزمالك. اني مثلا يوم ما افوز على نادي الزمالك القى حد بيشجعه، القى حد ان انا ممكن نحفل على بعضينا نتكلم مع بعضينا وفي الاخر نبقى اخوات. لكن طبعا اي اهلاوي يتمنى ان الزمالك يفضل ويبقى موجود عشان نبقى صراحه وعدلين في النقطه دي. فما فيش اهلاوي هيفرح مثلا ان الزمالك يغلق بيبانه او يعلن افلاسه. عشان نبقى فاهمين، المنافسه طول عمرها من ساعه ما بدانا نشجع ومن قبل ما نبدا نشجع ومن ساعه الكوره ما طلعت في مصر، اهلي وزمالك. بس دول الكلمتين انا عايز اقولهم. ما تنساش اللايك والصلاه على النبي في تعليق وذكر الله في تعليق والمشاركه الفيديو يوصل لكل الناس والمتابعه للصفحه لو مش متابعنا عشان يوصلك كل جديد. سلام.